أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض محافظة شمال سيناء. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أمام خريطة العالم، تعالوا نشوف مع بعض هو طالب مننا إيه. 1. المحيط الأطلنطي. 2. جبال الهيمالايا اللي موجودة في وسط قارة آسيا. 3. قارة أوروبا. بما تفسر: 1. أهمية هضبة الحبشة لمصر، بينبع منها روافد نهر النيل. 2. تركز السكان في هضبة البرازيل وعلى سواحلها بسبب وجود المدن الكبرى بها. 3. تتعدد خصائص السهول الفيضية وسط أمريكا الشمالية بسبب وجود سهول فيضية واسعة في وسط أمريكا الشمالية لحد الشرق من جبال روكي، وتمتد من المحيط القطبي الشمالي إلى خليج المكسيك جنوبا، وبيغطي الجليد أطرافها الشمالية، وفيها البحيرات العظمى في كندا والولايات المتحدة. ما المقصود بالمصطلحات الجغرافية التالية؟ 1. سلالة بشرية، دي مجموعة بشرية بتتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية من حيث لون البشرة، طول القامة، وشكل العين والأنف والشعر. 2. الزيادة الطبيعية، ده ناتج الفرق بين معدلات المواليد والوفيات. الدول الجزرية، دي الدول اللي بتتكون من جزيرة أو أكتر، أو قد تكون جزء من جزيرة. اقترح حلا لمشكلة الهجرة غير الشرعية. أول حاجة، توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ونهتم بالتعليم والتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، وحل مشكلة الزيادة السكانية عن طريق التوعية بتنظيم الأسرة وتحديد النسل. قارن بين سهول سيبيريا وسهول وادي النيل من حيث القارة اللي بينتمي إليها وتوزيع السكان. سهول سيبيريا في قارة آسيا بيقل فيها السكان بسبب شدة البرودة. سهول وادي النيل في قارة أفريقيا بيتركز فيها السكان لأنها سهول خصبة صالحة للزراعة. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. 1. القارة القطبية الجنوبية هي قارة متجمدة وغير مهؤولة بالسكان. 2. نهر الفولجا أطول أنهار أوروبا وبيصب في بحر قزوين. 3. يتميز إقليم المناخ بارتفاع درجة الحرارة وسقوط الأمطار طوال العام، ده الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. وضح مصداقية كل عبارة من العبارات التالية. 1. تعتبر حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية. العبارة صادقة لأن بيعيش في حشائش السافانا حيوانات آكلة عشب وحيوانات أخرى آكلة لحوم. 2. نحن العرب حاليا لسنا من سلالة واحدة. العبارة صادقة بسبب اختلاطهم بسلالات أخرى أثناء الفتوحات والهجرات على مر التاريخ. 3. دول الخليج العربي دول ذات دخل اقتصادي مرتفع. العبارة صادقة لأن دول الخليج العربي بتعتمد على استخراج البترول وتصديره للخارج وتصنيع مشتقاته. احنا كده خلصنا أسئلة الجغرافيا، تعالوا نحل مع بعض أسئلة التاريخ. ما النتائج التي ترتبت على 1. حادثة قصر النيل في منتصف يناير 1881؟ هيضطر الخديوي توفيق إلى الاستجابة للمطالب وعزل عثمان رفقي وعين بدلا منه محمود سامي البارودي. 2. اجتماع زعماء الشعب المصري في مايو 1805، ده هيؤدي إلى عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي بدلا منه، وأخذوا على محمد علي العهود والمواثيق بأن يحكم بالعدل وألا يصدر أمرا إلا بمشورتهم. 3. إغلاق معظم المدارس والمصانع في عهد عباس باشا، ده أدى إلى توقف حركة النهضة التي ظهرت في عصر محمد علي. اكتب كلمة صح أو خطأ
مع ذكر السبب في الحالتين. أول مقاومة للحملة الفرنسية عند نزولها مصر قام بها المصريين، صح، لما وقف أهالي الإسكندرية بقيادة محمد كريم لمقاومة الحملة الفرنسية عند نزولها لشواطئ الإسكندرية. دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية: 1. المماليك أنفسهم سببا في إضعاف قوتهم العسكرية، ده هيؤدي إلى الصراع المستمر بين المماليك وإضعاف قوتهم العسكرية. 2. أكدت ثورة 1919 على الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة المصرية، لأن شارك فيها كل طوائف الشعب، مما يؤكد على الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة المصرية. 3. دور مصطفى كامل في مواجهة الاحتلال البريطاني. تمثلت تحركات مصطفى كامل في اتجاهين: داخليا وخارجيا. داخليا لما وجه الخطب والمقالات للمصريين، وطالب مصطفى كامل بالدستور، وأسس جريدة اللواء، وأسس الحزب الوطني، وأنشأ الجامعة المصرية. خارجيا عرف الرأي العام والقوى الدولية بحق مصر في الاستقلال ورفضها للاحتلال، ودعا إلى رفض اتفاقية الحكم الثنائي للسودان. وتخلت فرنسا عن مصطفى كامل بعقد الاتفاق الودي مع إنجلترا، واستغل حادثة دنشواي للتنديد بالاحتلال البريطاني وسياسته القمعية. ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر أثناء عصر بالجمود والتخلف في عصر الدولة العثمانية. 2. في وزارة محمود سامي البارودي أسندت وزارة الجهادية والبحرية إلى أحمد عرابي. ماذا كان يحدث إذا: 1. التزمت الزعامة الشعبية بفرمان يوليو 1806 لأصبح محمد علي واليا على ولاية سالونيك. 2. انتصر تومان باي على العثمانيين في معركة الريدانية 1517. لم تكن مصر ولاية عثمانية. 3. لم يتمكن محمد علي من ضم السودان. لم يمتد النفوذ المصري إلى جنوب السودان، ولم يتم إنشاء مدينة الخرطوم، ولم يتم اكتشاف منابع نهر النيل. وضح سببا واحدا لكل مما يأتي. 1. فشل الحملة الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد، لأنهم اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة اللي ضعفت من قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. 2. أصبح للفلاح المصري الحق في توريث الأرض الزراعية بسبب إصدار سعيد باشا اللائحة السعدية، اللي بتقول إن الفلاح المصري ليه الحق في توريث الأرض الزراعية. مش احنا قلنا سعيد خلى الفلاح المصري سعيد؟ 3. حملات الخديوي إسماعيل إلى الأقاليم الاستوائية في إفريقيا بهدف السيطرة على مياه نهر النيل والتوسع في الجنوب ومنع تجارة الرقيق. صوب ما تحته خط. تولى مينو قيادة الحملة الفرنسية خلفا لنابليون. غلط، لأن كليبر هو اللي تولى قيادة الحملة الفرنسية بعد نابليون. 2. شكل سعيد باشا 1930 وزارة جديدة قامت بإلغاء دستور 1923. غلط، ده إسماعيل صدقي. حدد العلاقة بين قناة السويس والأزمة المالية في عصر الخديوي إسماعيل. أقام الخديوي إسماعيل العديد من الحفلات لافتتاح قناة السويس، ودعا إليها ملوك أوروبا، وأنفق ببذخ على هذه الاحتفالات، وده هيزود من حدة الأزمة المالية. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. ومع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.